ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى انا مش هعمل اكل يعني. النهارده فيديو مختلف. انا كان عندي فلفل جايباه، كان اخضر بس هو يعني قلب زي ما انتم شايفين، ولا منه احمر ولا منه فضل اخضر. فانا قلت هعمل بيه ايه؟ هرميه. انا كنت طبعا مفرزه معايا انا، ده برده ممكن يتفرز برده، عندي كميه هعملها برده وافرزها. بس بما اني بقى اليومين دول بنقلي بتنجان وبستعمل الدقه كتير بتاعه البتنجان والسمك وكده، فانا قلت هعمله ايه، هستغله بقى ان هو احمر كده، وهعمله في الكبه افرمه مع توم. ماشي. معايا ايه؟ معايا الفلفل، معايا راسين توم زي ما انتم شايفين كده متقشرين كده، ومعايا ملح بس مش هحط له اكتر من كده. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي حبايب قلبي كده. وهنيجي على الكبه كده، هحط الفلفل الجميل بتاعنا ده اهو، مغسول ومتنضف زي الفل اهو. ماشي. وهنزل بالثوم اهو، ينفع بقى. وهنزل بالملح بقى الكميه اللي انت ايه، اللي انت عايزاها. عايزه بقى انت طبعا كده كده لما بتيجي نملح باذنجان ولا نملح سمك بنبقى بنحط ملح. فانا لا، انا هعملها بالملح دلوقتي. انا كم الكميه كلها الملح اللي معايا اهو. ماشي. اما اجي اخرج بقى من اما اجي اتبل سمك بقى او اتبل بتنجان ولا احط حته على الملوخيه ولا حاجه، هخف في الملح بقى، مش هحط للسمك والبتنجان، مش هحط محنيه فيها الملح بتاعها. نحط كده كده ولا كده، لا بتبقى كده. ايوه كده لازم التكه دي. نسمي الله. ايوه كده. مش عايزاها برضو ايه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ الكبه دي تفرم طفل بحاله كده صغير. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو اشيل بس السكينه بتاعتها دي. بصراحه يعني حقها حلال والله، مش خساره فيها الفلوس. بصوا بصوا الجمال. بصوا ريحتها بقى التوم بقى مع الفلفل مع الملح. حابه تضيفي لها بقى كمون ضيفي لها، حابه تضيفي لها بقى ليمون ضيفي لها، ضيفي لها خل. انا ما بحطش اي حاجه للدقه بتاعت التوم بتاعت السمك وبتاعت البتنجان. لما باجي اعمل سمك بقى اطلع حبه دقه من دول كده، واضيف عليهم بقى كزبره وكمون وخل وليمون، لان لازم احط التوابل دي مع السمك. شايفين؟ ولا احط على وشها اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه، بتفضل زي الفل. كل اللي انا هعمله احطها في باب التلاجة وبمعلقه نضيفه، وهناخد برطمان طبعا مغسول ومتعقم زي الفل اهو. لو انت بتجيبي البرطمان ده من بره، شوفي انت هتجيبيه بقد ايه. وهنعمل العلبه دي برضه تبقى في التلاجة كده تحت ايدينا للاستخدام اهو. مخدش مننا وقت خالص، وحاجه نضيفه بقى انت ضمناها. هنطلع بقى للبتنجان على طول، سلطه البتنجان، سلطه طحينه، اي حاجه. بصوا اهو في منتهى الجمال اهي. معلقه صغيره برضو اهو. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بصوا اهو، مخدش مننا وقت خالص اهو. وعملنا دقه جميله. انت لو هتجيبي البرطمان ده من السوبر ماركت هتجيبيه بالشيء الفلاني. وبرده كان عندي كيلو طماطم متبقي كده مستوي اهو، ارميه والجو حر كان هيبوظ خساره. لا كنت سبته في كان باظ. مسكته صفرت له بصلتين ومعلقه ليا ومعلقه سمنه ومعلقه زيت، وقمت جايه عاملاه في منتهى الجمال اهو. تنفع بقى الباميه تبقى جاهزه، تنفع البسله السبانخ، يبقى حاجتي موجوده. تتبيله السمك والبتنجان موجوده، وتقديحه وتسبيكه الاكل موجوده. تنفع لمحشي، تنفع لبسله، جالك ضيوف على فجاه، جالك ظرف طارئ هتقولي تقلي لسه وتقومي. لا انا اصلا كده كده مفرزه معاكم قبل كده. بس لما بلاقي مثلا عندي حبه طماطم خساره ان هم هيبوظوا، ان انا مش محتاجاهم في حاجه، بقوم جايه مصلصاهم كده ومصفيهم بالمصفى كويس، وبصلتين على طول اصفرهم، واقوم جايه عاملاهم. يبقى كده ايه، استفدنا بيهم بدل ما يبوظوا خساره. وادي يا حبايب قلبي
وصفتنا النهارده سهله وبسيطه، بدل ما ابوظ الفلفل وارميه في الزمن ده، مش عايزين نرمي اي حاجه خالص في الزمن ده. استفدنا بالفلفل اهو بالثوم، عملنا دقه سمك تنفع لسمك، تنفع لملوخيه، تنفع لبتنجان، تنفع لاكلات لطماطم مخلله، تنفع لاكلات كتير. اتمنى حبايب قلبي ان الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء، اشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.